مرحبا أعزائنا المتابعين، وصلنا معا إلى فصل جديد، فصل يختص بمجلس من المجالس المهمة التي تعتمد أساسا على باراديغما التي وضعها القائد. ما هو هذا المجلس؟ سنتعرف اليوم على ما هو مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. المادة رقم 110 في العقد الاجتماعي تنص على مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ينظم نفسه في شمال وشرق سوريا بدءا من الكومين، البلدة، المدينة، المقاطعة والإقليم. على هذا الأساس: 1. هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال وشرق سوريا ويمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي. 2. يقوم برسم السياسات والخطط الاستراتيجية التي تخص المرأة. 3. يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال وشرق سوريا. 4. يحافظ على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها ويطورها. 5. يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة. 6. يقوم بتنظيم القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة ويعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لإصدارها. 7. يعمل على توعية المرأة وتنظيمها وبناء العائلة الديمقراطية ويحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات. 8. يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. 9. يعمل على صياغة عقد اجتماعي للمرأة. 10. ينتخب المجلس كل 2 مرة، وذلك بالتصويت من قبل النساء في شمال وشرق سوريا. 11. ينتخب المجلس التنفيذي لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. 12. منسقية المرأة التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا. 13. يقوم مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي. إلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.